أنا من كسار القامة بفتخر بهيدا الشيء. بابتسامة عريضة يستقبل زكريا زبائن مطعم التركي في النبطية، يتابع طلباتهم ويقدمها لهم حتى باتوا يسألون عنه مباشرة عند دخولهم. شاب من قصار القامة لم يستسلم لليأس، ووجد في العمل مجالاً لتطوير نفسه وللانخراط في المجتمع بشكل أوسع. أنا زكريا حسني، من عكار، نقلت على النبطية لي 4 أشهر. يمكن تستغرب شوي إنه ليه أنا عم بذكر النبطية. أنا جيت على النبطية لأني تجوزت على النبطية، نقلت يعني كنت بعكار فخطبت مروة زيتون. الكل اللي بيعرفها على التواصل الاجتماعي فنقلتني لهون. أنا بشتغل بمطعم التركي عدة أمور، مثل الويتر، كاش، اوبريتر، عدة استقبال الزباين، عدة قصص. يعني فيك تقولي عصفور طيار بالمطعم. هيدي فرصة كتير منيحة لإلي، لأنه أنا بقوى من نظرة العالم بس تلاقيه عم تطلع فيني بابتسامة. بلاقي الناس إنه حتى أنا بكون آخذ عطلة بيسألوا عني، وينه زكريا؟ بيقولوا طيب في شاب هون، في أشخاص ما بتعرف اسمي. في اشخاص بيسالوا عني، بيقولوا وين زكريا؟ في شاب انه من كسار القامه هون، وين هو؟ منه مبين؟ بيقولوا له معطل. انه يعني تلاقي العالم صارت هي عم تتجاوب بدهم يعني يكون بالمطعم. بحب اقول لكل الاشخاص من كسار القامه او من ذوي الاحتياجات الخاصه انه هن قدها، ما يستحوا من حالهم انه هن عندهم شيء نقص. بالعكس، انت صح يمكن الله عطيك نقص، بس انت عطيك الله قوة عقل، قوة تفكير، تقدر يمكن تعطي هذا الشيء لعدة مطارح. فبده شوية صبر وبده قوة، ويكون هو قدها أكيد، ما يستحي من حاله.